ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض غدا سهل وسريع للبنات المبتدئين. هنعمل مكرونه سباكيتي او سباجيتي بطريقه سهله قوي، وكمان هقولك على تريكايه كده تعمليها هتخلي طعم المكرونه تحفه. وكمان هنعمل مع بعض الكبده البلدي بالخضار بالصوص الاحمر، حاجه كده بجد تحفه تحفه تحفه. يلا بينا على الفيديو نشوف الطريقه والمقادير بتاعتنا عامله ازاي. الفيديو ده انا عاملاه عشان البنات المبتدئين ناخد بالنا، او البنات اللي لسه بتتعلم، او الست اللي عايزه تغير في طعم الاكل بتاعها لو متعملش بالطريقه دي فاعمليها هتعجبك قوي. الاول الكبده عشان نتفق كده مع بعض من الاول ان الكبده مبتتغسلش. الكبده بنجيبها من الجزار، بنقطعها تقطيعه كويسه، ونبدا ان احنا نحطها في بوله عليها ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، توم باودر او ممكن توم فريش مفيش مشكله، ومعلقتين من الخل، ونقلبهم كلهم مع بعض كده، وبنسيب الكبده بالظبط 10 دقايق في التتبيله او الدريسنج ده وبس. خلاص تعالوا بقى عدى 10 دقايق. تعالوا نشوف هنسويها ازاي. حله او طاسه فيها معلقتين 3 من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من الثوم المهروس، أي بيعادل يعني 4 فصوص من الثوم. بشوحهم ولحد ما بيصفروا معانا يبقى لونهم ذهبي بالشكل ده، واقوم نازلة بالكبدة مباشرة كده على الثوم، اديلها صدمة واسيب الكبدة تتشمع خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. اتشمعت اهي وبقت زي الفل، يا دوبك اصلا يعني يعتبر اصلا استوت او دخلت في السوا بنسبة مثلا 70-80%. بعد كده لما بتتشمع كلها مع بعض كده بنزل بالبصل المتقطع بقى جوليان، متقطع مكعبات براحتكم خالص، يعني تقطيعة البصل دي براحتك. بشوح البصل، بعد كده بنزل بفلفل سبايسي، هاليبينو مثلا، ممكن اخضر رومي براحتك اللي متوفر عندك مفيش مشكلة. انا بحب الكبدة اكتر بالهالبينو. وكمان بنزل بشوح ده مع بعض، وانزل بطماطمايه متقطعة مكعبات علشان نلاقي الصوص الاحمر اللي احنا بنشوفه في سندوتشات الكبده او في الكبده بتاكل مع المكرونه او في طواجن الكبده. لازم الطماطمايه اللي احنا مقطعينها مكعبات نحطها في الاخر كده قبل ما نطفي ب5 دقايق ونغطي النار، هتلاقي الطماطم نزلت الصوص بتاعها. وممكن كمان تضيفي معلقه صلصه على ربع كوبايه من الميه في قلب الكبده، وتقلبيهم مع بعض وتسيبيها 5 دقايق بالظبط. بعد كده بتطفي الكبده وبتبقى تحفه جدا. ممكن بقى تظبطي الملح بتاعك مفيش اي مشكله خالص. تعالوا يلا نعمل مع بعض المكرونه سباكيتي او اي نوع مكرونه بقى انتوا حابينه مفيش مشكله. حلة على النار فيها مية، المية غلت، هبدأ ان انا انزل بمعلقة من الملح، هتلاقي في فوران بيحصل كده، وبعد كده معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده هضيف معلقتين من الزيت. زيت طبعا يفضل زيت ذرة او زيت عباد، بلاش زيت تموين. وبنزل بالمكرونة، والمكرونة اللي انا استخدمتها النهاردة مكرونة الضحى، معمولة دي سيمولينا، وبجد المكرونة حلوة جدا. بعد كده بقى ايه بصفي المكرونة، بتاخد بالظبط 7 دقايق على النار، نار متوسطة، وبصفيها. وتعالوا بقى نعمل مع بعض الطشة بتاعت المكرونة. حلة على النار فيها معلقة من السمنة على معلقة من الزيت صغيرين، ببدأ ان انا احط معلقة من التوم، او ممكن فصين توم مهروسين او فصين توم صحيحين لو انتوا بتحبوش ريحة التوم في الاكل. وتنزلي بالطماطم اللي متسبكة عندك، او مثلا لو لسه هتسبكي طماطم تضيفيها وتتسبك مع التوم براحتها خالص بعد ما التوم يتشوح كده. او ممكن معلقة صلصة لو انت تعملي بالصلصة الجاهزة اللي هي معجون الطماطم. المهم ان انتي بتسيبي الطماطم دي تتسبك مع الثوم وريحتهم كده تطلع، وتضيفي الملح والفلفل الاسود، وبعد كده بتضيفي المكرونه وتقلبتين 3 على النار لمده بالظبط 5 دقايق، ما تزيدش عن 5 دقايق. المكرونه بتكون جاهزه معاكي وحلوه جدا. ممكن تضيفي لها رشه شطه كده تخليها سبايسي. بس عموما الطماطم اللي انا عاملاها عندي في البيت دايما بضيف لها معلقه من ريسة الشطه او معلقه من الشطه الحمراء، فبتديلها تيست حلو وبتديلها طعم حلو جدا جدا. بس كده دي كانت وصفة النهاردة. يا رب الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.